في الجزائر كان يعيش المطاردون واللاجئون من عشرات الدول. إنهم ثوار خارجون عن القانون في دولهم، ولكنهم ممثلون رسميون في الجزائر لحركات التحرر والمقاومة المسلحة. في الجزائر تعقد صفقات التبادل بين دبلوماسيين مخطوفين ومعتقلين سياسيين مثل البرازيليين الذين أخرجوا من سجن بلدهم ونقلوا إلى الجزائر في يونيو سنة 1969 في صفقة تبادل مع دبلوماسي ألماني. كان هؤلاء يتلقون دعما غير محدود من بومدين بالمال والمأوى والسلاح. كان للفلسطينيين في قلب العاصمة الجزائرية مكتب، كما كان لهم بث إذاعي يومي باللغة العربية. صوت العاصفة، صوت فتح، صوت الثورة الفلسطينية. وغير بعيد عن المقرات الفلسطينية كان هناك مكاتب أخرى لمقاومين من أفريقيا وأمريكا الجنوبية. في تلال الأبيار بالعاصمة الجزائرية تقيم قيادات النمور السود بلاك بانثر المنظمة الأمريكية المعروفة التي تأسست سنة 1966. الجزائر كانت قبلة الثوار كما